يا اهلا بيكم في فيلم جديد، والنهارده بنكمل قصة موانا وماوي في موانا الجزء التاني. وبيبدأ على شط البحر وبنشوف موانا وهي بتجري في وسط الغابة، وهي بتجري بتقابل الديك صاحبها اللي كان معاها في الجزء الاول. وبتوصل موانا لوسط المحيط وبتمسك الصدفة بتاعتها بتنفخ فيها عشان لو في حد موجود معاها في المحيط، وبالغلط بتقع هي والحيوان والديك اللي معاها من فوق الجبل. ولما بتقع بتنزل في الغابة وبتلاقي فخارة مكتوب عليها حرف الام، فبتستغرب موانا جدا وبتقول اكيد في ناس تانية عايشين هنا. وبعدها بتبدأ موانا تتحرك عشان ترجع لبيتها، وأول ما بتوصل بتشوف الأطفال وهم مبهورين بيها وبالقصة اللي حصلت معاها في المحيط. وبعدها بتروح موانا لباباها عشان توريه الفخارة اللي لقيتها في الغابة، وبتقول له كده أكيد في ناس تانية عايشين في مكان تاني، فبيقتنع باباها وبيأيد الرأي بتاعها. وبعدها بتشوف موانا أختها الصغيرة واللي كانت زعلانة منها جدا عشان اتأخرت عليها في الرحلة دي. وفي مكان تاني بنشوف ماوي وهو طاير في السماء على شكل صقر. وطبعا زي ما احنا عارفين في الجزء الأول ازاي ماوي بيقدر يتحول بالعصاية السحرية بتاعته، وبنكتشف كمان ان ماوي محبوس وفي كائن مختفي بيتكلم معاه. والكائن الغريب ده بيقول لماوي استحالة اسيبك تنزل الارض، وبيبدأ الكائن الغريب ده يظهر نفسه لماوي، واول ما ماوي بيشوفه بيبدأ يدمره ويتعارك معاه. وفي نفس الوقت ده اهل القرية كانوا عاملين حفلة لموانا بسبب رجوعها ليهم بالسلامة، وفجأة بيضرب برق شديد المكان بتاع موانا، وبتلاقي موانا نفسها في مكان غريب على مركب، وبتلاقي راجل بيفضل يتكلم معاها وبيقول لها انت لو ما نفذتيش اللي انا هقولك عليه ده هيبقى مصيرك طول الحياة. وكمان بيقول لها انت زي ما قدرتي ترجعي جزيرة تبيدي انت لازم دلوقتي تدوري على موتي في 2. فبتكون موانا مستغربة جدا لان هي ما تعرفش عنه اي حاجة. وبيبدأ الراجل الغريب ده ان هو يمشي، وبتضرب موانا بالبرق لتاني مرة، وبتصحى موانا وبتقول وهي مخضوضة موتو في 2. فعلى طول باباها بياخدها وبيبدأ يحكي لموانا ان دي جزيرة قديمة ونزل عليها لعنة، واللي كان عامل اللعنة دي اسمه الساحر نانو. فبتقرر موانا ان هي تنقذ الجزيرة دي، وتاني يوم الصبح بتبدأ موانا رحلتها، وبتاخد موانا اختها الصغيرة للمحيط، والمحيط بيبدأ يلعبها. وبعدها بتروح موانا عشان تبدأ رحلتها، وبنلاقي ان اهل الجزيرة كلهم بدأوا ان هم يودعوا موانا. وبنرجع لماوي اللي بيكون لسه محبوس في نفس المكان، وكان ساعتها بيحاول ان هو يحرر نفسه، وكان بيحاول يخلي مجموعة ضفادع ان هم يساعدوه، لكن بيفشل الامر معاه وبيفضل متشعلق زي ما هو. وبعدها بنروح لموانا اللي بتكون بدأت رحلتها، وبيبقى معاها شوية من صحابها اللي كانوا معاها في الجزء الأول، ولكن زيادة معاهم جد موانا. لكن صحابها ما كانوش عارفين يتعاملوا مع المركب خالص، لكن موانا بتقول لهم إن إحنا عايزين نوصل لجزيرة موتو في 2 في أسرع وقت ممكن. وفجأة بتحصل عاصفة شديدة جدا في البحر، وبتبص موانا بتلاقي جزيرة موتو في 2 قدامها، وفجأة بتظهر سفينة ضخمة بيبقى موجود عليها كائنات غريبة زي القراصنة بالظبط، وبتبدأ تهاجمهم، وبيبدأوا يسيطروا على موانا واصحابها وبياخدوهم للسفينة بتاعتهم. لكن موانا بتقرر ان هي تعمل معاهم اتفاق، وبتقول لهم زي ما انتوا عايزين توصلوا للجزيرة احنا كمان عايزين نوصل لها، ولازم نتحد عشان نوصل كلنا. فبتوافق الكائنات الغريبة دي على اتفاق موانا، وبتبدأ موانا تخش جزيرة موتو في 2 اللي اول ما بتدخل الجزيرة بتفقد الرمح بتاعها وكمان السفينة بتاعتها، وكمان بيكون صحاب موانا مش لاقيينها. وفجأة اصحاب موانا بيتفاجئوا بكائن عملاق، لكن الكائن الغريب اللي كان معاهم بيقدر ان هو يدمره، وبيقعوا لتحت، وفجأة بيلاقوا قدامهم ماوي، وما كانوش مصدقين ان ده ماوي، فعشان يثبت لهم قعد يتحول بالخطاف السحري بتاعه. وبنعرف ان ماوي قدر ان هو يتحرر من الحبل اللي كان مربوط بيه، وفجأة ماوي بيتحول لحشرة، واصحاب موانا ما كانوش مصدقين اللي شايفينه ده، فبيسألهم ماوي هي موانا فين. وبنرجع لموانا اللي اول ما بتفتح عينيها بتلاقي قدامها خفاش، وفجأة موانا بتبدأ تسمع صوت، وبتظهر لها ساحرة بتبدأ تعرف نفسها ليها وان اسمها ميتلغي، وبتقول لموانا ان هي عارفة ان هي جاية تفك سحر نانو، وبتكون عايزة تروح مع موانا عشان توريها المكان، عشان هي محبوسة هنا بسبب نانو وبسبب السحر اللي كان عامله عليها. وبعدها بتروح موانا مع ميتلغي اللي بتوديها من طريق مختصر، ولما بيوصلوا ماوي بيروح لموانا، وبتقدر ميتلغي انها تعمل فتحة عشان تقدر تمشي منها. وقبل ما ميتلغي تمشي بتقول لموانا ان احنا اكيد هنتقابل بعد ما تفك لعنة نانو. وبعدها بتروح موانا لماوي عشان تحضنه عشان هما اتقابلوا تاني، فبيقول لها ماوي ان احنا كلنا هنموت بسبب المحيط الملعون اللي احنا هنعدي عليه. وبعدها بيقدروا ان هم يرجعوا للمركب كلهم علشان يتحركوا للمحيط. وفجأة اول ما بيتحركوا بيظهر قدامهم تنين عملاق، وبيكون من الساحر نانو علشان يقدر يدمرهم، وبيفضل يضرب فيهم. فماوي بيقرر ان هو يروح يخلص عليه بنفسه، لكن الساحر نانو ما بيستسلمش، وبيبعت لهم اكتر من تنين عشان يخلص عليهم. فبيتحول ماوي وبيقعد يدمر في التنانين، وبتحصل معركة كبيرة جدا، وفي النهاية ماوي بيقدر يدمر كل التنانين، وساعتها الشمس بتطلع عليهم وبيقدروا ان هم يهربوا. وللاسف كلهم بيكتشفوا ان السفينه بتاعتهم باظت، فبتقرر موانا واصحابها ان هم يصلحوا السفينه عشان يكملوا الطريق للساحل نانو.
نانو. وبعد ما بيصلحوا السفينة بيقدروا ان هم يتحركوا تاني وبيدخلوا للبحر، وهم في الطريق بيبعت لهم الساحر نانو عاصفة. فماوي بيقرر ان هو يروح للعاصفة وبيتحول لصقر عملاق، وبتبدأ المعركة بين العاصفة بتاعت الساحر نانو وبين ماوي. وفي وسط المعركة بيكتشفوا ان الساحر نانو خدعهم وما بيقدروش ان هم يعدوا، فبيقعدوا يفكروا ازاي ان هم يقدروا يحلوا المشكلة دي. فبتقول موانا لماوي احنا لازم نعدي، فبيرد عليها ماوي بيقول لها احنا عشان نعدي لازم نكون في اقصى سرعة لينا. وبعدها بيبدأ يتحرك ماوي تاني وبيتحول لصقر وبيرفع الصخر، وعشان موانا تقدر تكسر اللعنة لازم تعدي للناحية التانية بأقصى سرعة. ولكن للأسف وهم بيتحركوا بيقدر الساحر نانو ان هو يحبس ماوي، فموانا بتكتشف ان في طريق تاني مختصر، وجد موانا بيحاول ينقذ ماوي بعد ما اغمى عليه. وبنروح لموانا اللي بتحاول توصل لاخر المحيط، وللأسف البرق بتاع الساحر نانو بيكون وراها، وعلى اخر لحظة بتنجح موانا انها تلمس اخر نقطة في المحيط. بس للأسف البرق بتاع نانو بيقدر ان هو يلمسها وبيغمى عليها، وساعتها ماوي بينط في المحيط عشان ينقذ موانا، وبيقدر ماوي ان هو يوصل لموانا وبتتشكل فقاعة كبيرة وبيقدر ان هو ينقذها. وبعدها بيظهروا الاجداد كلهم وبتظهر جدة موانا، وبيشكلوا دايرة حلزونية غريبة كده وبيطلع نور في الدايرة دي وبتفوق موانا وبتفتح عينيها. وكمان الخطاف بيرجع لماوي وهو وكل الوشوم بتاعته، وكمان المجداف بتاع موانا بيرجع لها وبيترسم عليه وشوم كمان، والرسوم دي بتبقى بتنور وبيبقى مجداف سحري. وجدة موانا بتودعها وبتختفي هي وكل ارواح اجدادها، ووقتها ماوي بينطلق وبيرمي الخطاف بتاعه على جزيرة موتو بيتو، وبيستخدم كل قوته وبيسحبها من قاع المحيط، وموانا بتبقى على قمة الجزيرة. واول ما موانا بتنفخ في البوق بتتكون طرق كتيرة للجزيرة، وبيروح ماوي لموانا ويهنيها على الوشم الاول. اما اصحابها فبيوصلوا للجزيرة وبيكونوا فرحانين بيها جدا وبيحضنوا موانا والمحيط كله بيحضنهم. وبعدها بيستكشفوا الجزيرة وبيلاقوا رسومات كتير قوي حواليهم، وفجأة بيسمعوا صوت بوق وبيتفاجئوا ان في قارب جاي عليهم، وبتروح موانا تستقبل الشخص اللي جه هو وعيلته، وبيسمعوا صوت ابواق كتير جاي عليهم من كل اتجاه، وبيفرحوا لما بيشوفوا قوارب البشر جاي عليهم من كل مكان. وبعد شوية بنروح لجزيرة موانا وبنشوف اخت موانا الصغيرة اللي بتتفاجئ بماوي وبيفهمها ان اختها موانا هي اللي وفجأة بيبدأ يوصل قارب موانا للجزيرة من تاني والكل بيبقى فرحان، وبتجري موانا على اختها الصغيرة وبتحضنها، وبيجي ابوها وامها ويحضنوها هم كمان، وبينبهر اهل الجزيرة كلهم لما بيشوفوا سفن كتيرة جاية عليهم. وموانا ووالدها بيعملوا احتفال كبير بيرحبوا بيه بكل زعماء الجزر اللي زاروها. واخيرا موانا بتقدر انها تعيد توحيد شعوب المحيط من تاني وبيخلص الفيلم على كده. وطالما وصلت لحد هنا ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم فويس اوفر فيلم النهارده عادل كامل من قناة كشك افلام. اشوفكم كمان كام يوم في فيلم جديد على نفس القناة. هتوحشوني، يلا سلام.